مار. في قديم الزمان في أرض بعيدة كان هناك فتاة لطيفة تدعى كارين تعيش مع أمها في بيتهم الصغير حياة سعيدة. كانت تسأل أمها عن كل شيء تريد معرفته. أمي، ما هذه الأضواء التي في السماء؟ إنها النجوم كارين. كلنا في النهاية سنتحول إلى نجوم وسنلمع في السماء للأبد. كان لديها لعبة واحدة وفستان واحد وحذاء خشبي صنعته لها أمها. لم يكن مريحاً، لكنها لا تمتلك غيره. وفي يوم مرضت أمها كثيراً، لذا ذهبت إلى المدينة كي تشتري الدواء لأمها. وفجأة وجدت زوج أحذية خشبي على الطريق. لقد كان جميلاً ولامعاً لدرجة أنها لم تستطع مقاومته. انظري أمي، وجدت هذا على الطريق، أليس جميلاً؟ مناسباً لي تماماً. ربما هي لشخص ما كارين، عليك أن تعيديهما لمكانهما. لو كانت لأحد لما تركها هكذا. ربما تركها بالخطأ. لم يكن عليهم تركها، أنا وجدتهم، إذن هم لي. استمعي لي صغيرتي، ربما لا أستطيع شراء حذاء لك، لكني لا أريدك أن ترتدي هذا. عديني أنك لن ترتدي هذا الحذاء كارين، لا تكوني عنيدة، عديني بذلك. وعدت كارين أمها بحزن أنها لن ترتديه وخبأته أسفل السرير. ومرت الشهور حتى جاء يوم لم تجد أمها في المنزل. بحثت عنها كثيراً حتى أدركت أن أمها أصبحت نجمة لامعة في السماء. وفي اليوم التالي ذهبت كارين لجنازة أمها مرتدية الحذاء الأحمر، والذي لم يستطع الناس أن يخفوا دهشتهم من جماله. هذا غير مقبول. كيف تجرؤ على ارتداء حذاء أحمر؟ لكنها لم تأبه لهم لأنها تحب حذاءها الأحمر. مرت سيدة لطيفة بجوارهم وعلمت أن هذه الفتاة الصغيرة أصبحت يتيمة الآن، وودت في تبنيها. تعالي وعيشي معي يا جميلة، وأنا أعدك بأني سأفعل كل ما بوسعي لتصبحي ناجحة وجميلة. عاشت معها كارين لسنين طويلة. كارين، إنك ترتدين هذا الحذاء منذ وفاة والدتك، عليك أن تبدليه الآن، إنه متسخ جداً. لا، أنا أحب حذائي الأحمر. كارين، لا تكوني عنيدة، هيا بدلي حذائك، سأشتري لك أفضل منه، أعدك بذلك. لم ترد كارين أن تحرج السيدة التي تبنتها، لذا خلعت حذاءها الأحمر وألقته بعيداً. مرت الأيام حتى جاء يوم كانت تلعب بغرفتها وألعابها وملابسها الجديدة، وأحضرت لها السيدة حذاء جديداً، لكن كارين لم يعجبها على الإطلاق. لكن هذا أزرق قبيح جداً، لم يعجبني. اشتاقت كارين لحذائها الأحمر كثيراً. لقد كبرت، لكنها لا زالت عنيدة حتى في الهدايا. لن أرتدي هذا، لكني صنعته خصيصاً لأجلك كارين. بالطبع لن آكل هذا الطعام، فأنا أريد بطاطساً مقلية. تذوقيه على الأقل عزيزتي. تعبت السيدة العجوز من عناد كارين، لكن رغم ذلك صنعت لها ما أرادت. في هذه اللحظة كانت كارين تخلع حذاءها الأزرق، فقد صار لا يناسبها.
أرأيت؟ لقد صار كل شيء صغيراً علي، لقد كبرت. حسن، هيا إذا نشتري ملابساً وحذاء جديدين. ثم ذهبتا معاً إلى المتجر. أوه، انظري، تماماً كحذائي المفضل، لا بد أن أشتريه. كارين، لست بحاجة لحذاء كهذا. تحتاجين حذاء تستطيعين ارتداءه إذا ذهبنا لجنازة مثلاً. وأنا باستطاعتي أن أشتري لك حذاء واحداً فقط، فليكن الأسود، ولنعد للمنزل، فأنا متعبة جداً. إذا لم تشتري لي الاثنين لن أرتدي حذاء من الآن فصاعداً. صغيرتي، كم تمنيت لو لم تكوني عنيدة. اشترت لها الحذاء الأسود وأنفقت آخر ما لديها من مال لكي ترضيها بالحذاء الأحمر. اضطرتا للذهاب للمنزل سيراً، وكانت قدم السيدة العجوز تؤلمانها بشدة. لم تهتم كارين لذلك، وسارت للمنزل بحذائها الأحمر الجديد. وبيوم أخبرتها السيدة أنهما بحاجة للذهاب إلى جنازة في المدينة. كارين، عليك ارتداء حذاءك الأسود، فلن يكون من اللائق أبداً ارتداء غيره. نظرت كارين للحذاء الأسود بغرفتها، ثم الحذاء الأحمر، واختارت ارتداء الحذاء الأحمر. وبينما كانت مغادرة غطته بتنورتها حتى لا تراه السيدة العجوز. وأثناء الجنازة شاهد الجميع حذاء كارين اللامع أسفل تنورتها. تحدثوا مع بعضهم عن حذاء كارين وكم هو من غير اللائق ارتداؤه في الجنازة. وعندما سمعتهم السيدة العجوز غضبت كثيراً. لم تستمعي لكلام كارين وارتديت الحذاء الأحمر؟ كم أنت عنيدة، عليك أن تظهري بعض الاحترام. في هذا الوقت مر أمير وسيم، وكان مأخوذاً بجمال كارين، وجلس على ركبتيه وأثنى على جمالها. كم جميلة أنت، وكم رائع هو حذاؤك. أوه أيها الأمير، لقد أخجلتني. لابد أنك ترقصين جيدا. أدعوك إلى حفلة الرقص في القصر الليلة، أرجو أن تأتي. ولسعادتها من عرض الأمير بدأت كارين بالرقص بفرحة، لكنها لم تستطع التوقف. لم لا أستطيع التحكم في قدماي؟ ماذا يحدث؟ وأصبحت تبتعد عن الأمير والسيدة العجوز. كارين، عودي. حاول الأمير اللحاق بها لكنه فشل. اتضح أن حذاء كارين الأحمر كان أكثر عناداً منها. لقد أخذها لقمة الجبل وجعلها ترقص 3 أيام بلياليهم. لقد كانت قدماها تؤلمانها بشدة. بالرغم من أن الحذاء دخل في الطين والإبر الشائكة، إلا أنه استمر بالرقص. يكفي، أنا متعبة جدا، لن أكون عنيدة من الآن فصاعدا. توقف من فضلك، من فضلك، توقف أيها الحذاء، توقف توقف توقف. عندما قالت أنها ستتوقف عن العناد، قفز الحذاء بعيداً عنها وسقطت على الأرض، واستمر الحذاء بالرقص بدونها. وجدت كارين عصا واتكأت عليها لتذهب للمنزل، وقدماها تؤلمانها بشدة. بكت بسعادة عندما رأت منزلها. استقبلتها السيدة العجوز عند الباب وعانقتها بشدة. لقد كنت عنيدة جدا، أعدك لن أكون كذلك بعد الآن.
وبعدما تخلت كارين عن عنادها بدأت الأوضاع تتحسن. وبيوم طرق الباب. لقد كان الأمير الوسيم. ها أنت يا كارين، حاولت أن أجاريك ولكنك ترقصين بسرعة كبيرة، كيف استطعت؟ لقد كانت كارين سعيدة جدا برؤية الأمير الوسيم، وبتركها للعناد عاشت حياة سعيدة وجميلة. في قديم الزمان كان يعيش أحد الملوك برفقة بناته 12 الجميلات، وكانت الأميرات جميعها تقيم بغرفة واحدة كبيرة جميلة. كان الملك يقوم على حماية بناته بقلبه، وعندما كانت الأميرات تذهب إلى الفراش في الليل لم يكن يسمح لهن بالخروج. ولكن كل صباح كانت الأميرات تستيقظ على شيء غريب للغاية. كانت أحذية الأميرات جميعها بالية، كما لو كانت الأميرات ترقص طوال الليل. وكان الملك يقوم بشراء أحذية جديدة لبناته كل يوم، ولكن في الأيام التالية كانت الأحذية تبلى كالعادة. لم يستطع الملك ولا رجاله في القلعة حل لغز تلك الأحذية. كيف يمكن حدوث ذلك؟ كيف يمكن لزوج من الأحذية أن يفسد هكذا في ليلة واحدة؟ لا ندري يا جلالة الملك. أخيراً قال الملك: من كان منكم يستطيع حل لغز الأحذية سوف أسمح له بأن يتزوج من يختارها من بناتي. سوف يكون صهري وسيكون الملك من بعدي، بشرط أن يقوم بحل اللغز خلال 3 أيام بلياليهم، وإلا فسيقضي بقية حياته في السجن. أتى كثير من الرجال اليافعين والأمراء من الممالك الأخرى للقلعة من أجل المهمة، ولمدة أيام ظلوا جميعاً يحرسون غرفة الأميرات 12، ولكن بمرور الوقت لم يستطع أحدهم حل اللغز، وظلت الأحذية تبلى بمرور الليل. وأخيراً أراد أحد الرجال اليافعين أن يجرب حظه، وخرج في طريقه إلى القلعة. وبينما كان في طريقه قابل امرأة عجوز طويلة وضامرة، وكان يبدو عليها الفقر الشديد. ولدي العزيز، أنا جائعة للغاية، هل يمكنك أن تمنحني من فضلك قطعة من الخبز؟ قام الرجل الصغير بمنح كل ما لديه من طعام في حقيبته للسيدة العجوز. كانت سعيدة للغاية، حيث أن كل من سبقه من الرجال المارين بها لم يمنحوها أي شيء. عرفت السيدة العجوز أن هذا الشخص مختلف عن الآخرين، لذا فقد قامت في المقابل بمنحه عباءة مسحورة. خذ هذه العباءة المسحورة، عندما ترتديها ستصبح غير مرئيا. عندما تكون الساعة 12 ليلا قم بارتدائها، ثم قم بالدخول إلى حجرة الأميرات وأنت متخفيا. بهذه الطريقة يمكنك حل لغز الأحذية، ولكن احذر، لا تقم بشرب ما ستعطيك إياه الأميرة، يا له من أميرات شريرات. أخذ الرجل الصغير العباءة المسحورة وتوجه إلى القلعة، وعندما وصل قال أنه قد أتى لحل لغز الأحذية. في أول يوم وبينما كان يقوم بحراسة غرفة الأميرات، خرجت الأميرة الكبرى بكوب من الليمونادة. لابد أنك تشعر بالعطش، لقد أعددنا لك بعض الليمونادة، تفضل. نسى الرجل الصغير تحذير السيدة العجوز وشرب منها. وبعد قليل أصبح يشعر بالنعاس الشديد. راح الرجل يغط في النوم طوال الليل في الغرفة التي قمنا بإعدادها له. عندما جاء الصباح قام الرجل الصغير فزعاً. لقد كان من المفترض أن أقوم بارتداء العباءة المسحورة وأدخل إلى غرفة الأميرات. في الليلة الثانية قام الرجل الصغير مرة أخرى بحراسة حجرة الأميرات.
هذه المرة قامت أميرة أخرى بالخروج بكأس من العصير في يدها. كان الرجل الصغير يشعر بالعطش الشديد بينما كان يقوم بالحراسة طوال الليل. بدون تفكير قام بشرب العصير الذي تم إعطاءه له بالكامل، وبالطبع راح في سبات عميق مرة أخرى. في الصباح التالي عند استيقاظه تذكر الرجل أخيراً كلمات السيدة العجوز: ولكن احذر، لا تقم بشرب ما ستعطيك إياه الأميرة. لا بد أن العصير يحتوي على أقراص منومة. في هذه اللحظة أتى الملك إلى جانبه. لقد مر يومان وما زلت لا تستطيع حل لغز الأحذية، لذا فإن لم تستطع حله اليوم فسوف ينتهي بك الأمر في السجن، وسوف تقضي فيه بقية حياتك. انتهى الملك من حديثه ورحل. كان الرجل الصغير ملزماً بحل اللغز اليوم. في تلك الليلة قام الرجل الصغير بالحراسة أمام غرفة الأميرات. هذه المرة خرجت الأميرة الصغيرة تحمل في يدها عصير البرتقال، ولكن الرجل الصغير كان متيقظاً هذه المرة، فأخذ الكأس وهو يشكر الأميرة. وعندما رحلت الأميرة قام بصب عصير البرتقال في الوعاء المجاور له. هذه المرة ظل يقف واعياً. هبط الليل وسرعان ما انتصف الليل قام الرجل الصغير بارتداء العباءة، وفي تلك اللحظة أصبح متخفياً. قام بفتح باب الغرفة ببطء فلم يستطع تصديق ما يراه. كانت جميع الأميرات ترتدي أجمل فساتين الحفلات لديها، وكانت قد أعدت شعرها وزينتها وارتدت أحدث أحذيتها. لنرى إذ كان الرجل الصغير خارج الباب قد راح في النعاس. فتحت إحدى الأميرات الباب ونظرت للخارج، وقامت أميرة أخرى بإلصاق أذنها بالحائط. في هذه اللحظة عرف الرجل الصغير أنه يتوجب عليه إصدار بعض أصوات الغطيط. بعد أن تأكدنا أن الرجل الصغير نائم، قامت الأميرة الكبرى بدفع فراشها جانباً، ثم قامت بالتصفيق 3 مرات، فانفتح ممر سري في نفس مكان الفراش. لم يستطع الرجل الصغير تصديق عينيه، وبدأت الأميرات واحدة تلو الأخرى في الدخول، وبالطبع تبعهم الرجل الصغير. كان الممر السري يؤدي إلى درج مكون من مئات الدرجات الهابطة، وبينما كان الجميع يهبط الدرج خطى الرجل الصغير بدون قصد فوق تنورة إحدى الأميرات. أوه، لقد خطأ أحدهم فوق تنورتي. هذا لا يعقل، هذا أنت بالتأكيد. عندما انتهت خطوات الدرج وصل الجميع إلى داخل غابة. مروا عبر أشجار طويلة ذات فروع فضية جميلة. قام الرجل الصغير بأخذ فرع وواصل متابعة الأميرات. بعد سير طويل قام الجميع بالتوقف عند حافة نهر. في النهر كان هناك 12 قارباً متخذين شكل البجعة، وعلى متنهم كان هناك 12 أميراً في انتظار الأميرات. ثم صعدت الأميرات على متن القارب، وصعد الرجل الصغير على القارب الأخير. القارب يبدو اليوم أكثر ثقلاً من العادة، كما لو كان هناك شخص آخر على متنه. هذا غريب. بحقك، توقفي عن الحلم. عندما قام الجميع بعبور النهر مروا على قلعة كبيرة لامعة، وكانوا يسمعون الموسيقى تأتي من الداخل. عندما نظر عبر الزجاج استطاع الرجل الصغير رؤية الكثير من الأشخاص الراقصة، وبمجرد دخولهم إلى القلعة بدأت الأميرات في الرقص، ولم يكن يصيبهم التعب بل كانوا يواصلون الرقص دائماً. بالطبع كانت أحذيتهم قد بدأت تبلى. لم يكن الرجل الصغير يستطيع تحمل الجوع أكثر من ذلك، لذا فقد تناول قطعة من الكعك من فوق المائدة وبدأ في الأكل. ورأت الأميرة الصغرى ذلك. هاي كعكتي، إن كعكتي تسبح في الهواء وكأنما يقوم شخص متخفي بأكلها. بحقك، توقفي عن تلك الترهات. قام الرجل الصغير بأخذ كوباً ذهبية من فوق المائدة بدون أن يلاحظ أي أحد. قامت الأميرات بالرقص حتى الصباح، ثم قامت بالصعود على متن القوارب فعبرت النهر، ثم سارت عبر الغابة، ثم صعدت درجاً طويلاً للغاية. أخيراً وصلت الأميرات إلى القلعة، ولكن كانت أحذيتهن كلها بالية مجدداً. كان الرجل الصغير سعيداً للغاية أنه قد استطاع أخيراً حل لغز الأحذية البالية،
وبعد وهلة جاء الملك إلى الرجل الصغير. لقد انتهت مهلتك اليوم، فهل حللت لغز الأحذية؟ نعم جلالتك، لقد فعلت. وقام بإخباره بكل شيء. لم يصدقه الملك في البداية، ولكن عندما قام الرجل الصغير بعرض الفرع الفضي الذي أتى به من الغابة والكأس الذهبية من القلعة اللامعة، تأكد الملك أنه يقول الحقيقة، وبالتالي فإنه حافظ على وعده وأعطاه الحق في الزواج من الأميرة التي يختارها. قال الرجل الصغير أنه يريد الزواج من الأميرة الصغرى. ولم تكن الأميرات 12 سعداء، لأن سرهن قد انكشف الآن. ولكن الرجل الصغير والأميرة الصغيرة قاما بالزواج وعاشا في سعادة أبدية.